مهرجان واسط السينمائي الدولي للأفلام القصيرة والذي حمل اسم الموسيقار العالمي نصير شمة انطلق بنسخته الخامسة في قضاء النعمانية وبحضور نخبة من نجوم الفن العراقي، حيث شارك 30 فيلما سينمائيا قصيرا محليا وعربيا وعالميا. هذا المهرجان يحيي الروح لمحبي هذا الفن المهم والفن اللي نعتبره حاجة للناس، ملهم السينما مساحة عظيمة من الجمال، أن يكون لها مهرجان في كل مكان هو فرصة لكل الأجيال الجديدة أن تحلم وأن تشاهد إنتاجات السينما العالمية والسينما العراقية والعربية، وأن تحمل الدورة اسمي شرف عزيز على نفسي جدا. هذا المهرجان أيضا يضيف لنا محاولة لكسر قاعدة إقامة المهرجانات في المراكز، تذهب المهرجانات إلى الأقضية والنواحي والقصبات، بضمنها مدينة النعمانية الخالدة، المدينة التراثية الكبيرة. أنا أعتقد التجربة ستكون تجربة مثمرة لو أنه استمر هذا المهرجان لدورات لاحقة. مهرجان واسط وغيره من المهرجانات يمثل مساهمة المؤسسات الأهلية غير الحكومية في تدعيم المشهد السينمائي. نحن كنقابة فنانين ندعم هذا المهرجان بالحضور وبالتسهيلات اللوجستية. دكتات اللجنة أن تختار 30 فيلم، 10 أفلام عراقية تنافس على القلادة الذهبية والفضية والبرونزية، و20 فيلم عربي وأجنبي يتنافس مع بعضهم على الذهبية والبرونزية والفضية. الأفلام اللي وصلتنا من تونس والمغرب والجزائر والسعودية ومن مصر ومن عمان ومن الكويت، ومن الأجنبية ألمانيا وفرنسا وكوريا والصين ومن الدول الأوروبية. تنوعت وتعددت أفكار الأفلام التي تتنافس للحصول على الميدالية الفضية والبرونزية والذهبية، والتي وجدت تفاعلا من قبل الحضور ومنهم المتابعون والمختصون واللجان التحكيمية. السنة الخامسة احنا نقيم هذا المهرجان، بدينا من السنة الأولى والسنة الثانية والثالثة بدأ يصاعد المهرجان، والآن مثل ما شفتوا رغم كورونا، رغم الأحداث، رغم كثير من المهرجانات لم تقام في العالم، هذا المهرجان تحدى كل الظروف وقام، وخاصة إقامته في مدينة النعمانية في مدينة المتنبي، وهذا فخر للجميع، فخر للعرب أيضا. الفيلم مالتي وجع بصمت اللي حصل جوائز عديدة، تكلم عن الشاب العراقي بشكل عام وما كان يعانيه من اضطهاد والكثير من المآسي. هذا الظرف اللي هو الخطر واللي احنا كنا معرضين لجائحة كورونا، نشوف شباب يعملون وبدون مصدر مالي وبدون تكليف وبدون، أنا أعتبره هذه ظاهرة جدا جميلة، وظاهرة توحي أنه محافظة متطورة مثقفة تحب الفن، تحب الجمال، تحب السينما. فرحة بأن أشوف هذا الجمع وهذا الجمهور الجميل بأن يحضر ويشاهد فيلم بيأخذ من وقته وظل الظرف الاقتصادي اللي اقتنص من وقته، ممكن أن يتربح من عدة بكسب مال، لكن اقتنص هذا الزمن كي يحضر ليشاهد مهرجان للفن السابع السينما. وشاهدنا بعض الأفلام القصيرة وكانت هناك أفكار جميلة للشباب. المهرجان رسالة يتخطى حدود الزمان والمكان، فهو تظاهرة ثقافية فنية تسعى لاحتضان المواهب لتبقى السينما مفتاحا وجسرا للتواصل. من محافظة واسط لبرنامج صباح الخير يا عراق، ابتسام الصافي.